بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ يا باشمهندس إن شاء الله مع بعض مع كورس الداينامو. زي ما احنا قلنا الداينامو ده هو أي تاسك ممل عندك أنت قرفان منها اعرف إن الحل بتاعها موجود في الداينامو. إن شاء الله هنبدأ في الجزء الخاص بالاستراكشر، إيه الحاجات اللي تفيدك كمهندس إنشائي عشان تنجز عليك شغلك بإذن الله تعالى. خلونا نبدأ مع بعض وبسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نبدأ بس نفتح فايل كده استراكشر تمبلت ستراكشر زي ما احنا متعودين، وهاجي هنا على structure analysis default metric بالشكل اللي قدامي ده عشان بس نطبق اول حاجه عندنا. اول جزئيه عايزين نتعلمها مع بعض يا باشمهندسين، واول مشكله بتقابلنا لو انا عندي جريدز كتير في المشروع بتاعي، يعني مثلا معظمنا بيجي يشتغل فبيروح جاي اعمل مثلا جريدز، اخش على structure هنفهم الداينامو ستارت ده عباره عن ايه دلوقتي يعني. فبيجي في المشروع بتاعه وليكن عنده جريد بالشكل اللي قدامه ده كده اهو، بيروح جاي على الاستراكشر بتاعه وليكن الراجل ده خلص الجريدات بتاعته بالشكل ده اهو، بالشكل ده. وبعد ما خلص جه لقى احتاج نفسه ان هو احتاج يعمل اكس هنا، واحتاج يعمل اكس هنا، وكمان اكس هنا، وواحد في البدايه هنا. جه مثلا كان شغال كرييت سيميلر بالشكل ده، كان شغال هنا، ده مثلا كان ايه معذره، ده وليكن كان ايه بالشكل اللي قدامنا ده كده، كان ايه بي سي دي اف مثلا، وراح جاي راجل غلط مثلا اهو، وراح جاي حاطط اكسات، ولا الوضع بالشكل اللي قدامه ده كده. الوضع طبعا لو احنا عندنا شويه اكسات بسيطه بتلاقي الموضوع يعني انت بتحس ان هو بسيط، انما هو فعلا ممل جدا يعني، ان انت ترجع بقى تدي ده رقم كبير وترجع تغير فيه واحده واحده، الموضوع ممل. زي ما احنا قلنا احنا هنستخدم الداينامو ان هو ينجز علينا شغلنا باذن الله تعالى. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ خلينا نخش على طول في الموضوع يا باشمهندس. هنخش على قائمه مانج من هنا، في عندي حاجه اسمها الداينامو. الداينامو براوزر ده اضافه هنعرف اهميتها دلوقتي، هقول لك ازاي بتعمل لها انستول. هو بالظبط شبه الداينامو بلاير بس ده اسهل شويه. هروح على الداينامو بالشكل اللي قدامي ده كده يا باشمهندسين، استنى كده لحد ما يفتح. اول مره معاك هتروح جاي مختار له اكسبت وتقول له ايه اجري على كل حاجه والكلام اللي احنا حافظينه ده عشان يعمل اوبن للصفحه دي. هاجي من هنا نيو، هفتح سكريبت جديد خالص جدا اهو قدامي اهو بالشكل اللي قدامي ده كده، اعمل له سيف. شوف انت مثلا الكورس بتاعك او المكان الفايل اللي انت عايز سيف فيه، انا سيفه مع دوره البيم. هقول له من هنا داينامو، هعمل فولدر هنا اسميها رينمبر، دي نمبر جريدز. دايما يفضل لما تيجي تكتب اي شيء يا باشمهندسين خليها ايه، بالذات في الداينامو خليها كلها على بعضها اسم واحد، وفرق ما بين كل كلمه والتانيه ان انت بتبدا الحرف بتاعها بالكابيتال زي ما انت شايف كده. يعني بدات ده بكابيتال رينمبر والجريدز ريكابيتال بالشكل اللي قدامنا ده كده، واقول له فايل نيم هسميه رينمبر جريدز بالشكل اللي قدامنا ده كده. طيب هتعمل ايه يا باشمهندس؟ احنا دلوقتي عندنا ادنس بنضيفها للبرنامج، يعني اول ما بتفتح الداينامو بتلاقي عندك السكريبتات او بتلاقي عندك التولز الرئيسيه اللي موجوده عندك اللي انت تقدر تستخدمها عشان تعمل السكريبت بتاعك المقصود بيها اللي هي الاستبات او الخطوات اللي البرنامج هيمشي وراها عشان يكون او يعمل ينفذ الاوردر اللي انت عايزه. فهتلاقي في عندك دول الديفولت موجودين عندك بالشكل اللي قدامك ده كده، وفي بعض الادنس اللي انت ايه ضفتها عشان خاطر تنجز عليك او تساعدك في الشغل بتاعك. من ضمنهم بنجيبهم ازاي الادنس دي، بروح على قائمه باكج بقول له حاجه اسمها سيرش فور باكج. طبعا انا بس قافل النت عشان خاطر ما يزعجناش او يسبب اي حاجه. فهتلاقي عندك هنا ظهر لك باكج كتيره، كل اللي عليك هتعمل سيرش هنا وتلاقي علامه السهم هنا تضغط عليها عشان تعمل داونلود بمنتهى السهوله. موضوع بسيط جدا جدا. موضوعنا النهارده احنا عندنا ادنس مهمه جدا اسمها برورو بيم، اللي هي بالشكل قدامنا ده كده برورو بيم. حضرتك نفس الكلمه دي بالظبط هتكتبها في السيرش هتلاقي ظهر لك الباكج، تروح جاي عامل لها داونلود هتظهر عندك بالشكل اللي قدامنا ده كده، اسمها برورو بيم. طيب تعالوا بقى نفكر مع بعض عشان نشوف البرنامج بيمشي ازاي. احنا عايزين نفكر مع بعض، احنا بنتعلم عشان نفكر مع بعض كده. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل رينمبر للجريدز، يبقى انا حددت الحاجه اللي انا عايز اعملها اللي هي ايه؟ اللي هي الجريدز. يبقى انا عاوز اول حاجه البرنامج او السكريبت بتاعي يعملها انه يعمل سيلكت على الجريدز. يبقى انا محتاج حاجتين، اولا يجيب لي الكاتيجوري اللي هو اسمه جريدز من ضمن المشروع، لان المشروع بتاعي فيه كولمز بيم جريدز، فانا محتاجه بالظبط يجيب لي الجزء بتاع الجريدز. طيب وبعد ما يجيب الجريد دي ان هو يحدد من المشروع كله الجريد يعمل عليها سيلكشن. يبقى انا قلت حاجتين دلوقتي. فانا بروح على حاجه اسمها ريفت. هنا الريفت دي فيها كل اللي انت عايزه، اللي هي كل الحاجات الخاصه ايه بالريفت. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل زي ما احنا قلنا سيلكشن. طيب عايز تعمل ايه؟
لحاجه اسمها كاتيجوريز. يعني انا دلوقتي عايز احدد له كاتيجوري معينه، وليكن انا هختار من هنا الكاتيجوري من ضمن المشروع بتاعنا كله، اضغط حرف الجي اللي هي الكاتيجوري اللي اسمها الجريدز. يبقى انا كده حددت له من المشروع كله ايه اللي انا ايه بفكر فيه. طيب بعد ما بفكر في الكلام ده بقول له اعمل لي سيلكشن على ايه؟ all elements of category، يعني كل الاليمنتس في الكاتيجوري الموجوده قدامنا ده كده. طيب اللي قدامنا دي يا باشمهندسين اسمها النود. اللي قدامنا دي حاجه اسمها نود. النود دي اللي هي الحاجه عباره عن انبوت واوتبوت. النود اللي هي الاستراكشر بتاعها عباره عن انبوت وعباره عن اوتبوت. الانبوت حاجه انت بتدخلها زي ما احنا اخترنا من هنا كده، قلت له انا عايز كاتيجوري اللي اسمه الجريد. الاوتبوت ده بقى بعد ما عملت الجريد انت عايز تعمل فيه ايه في الانبوت ده، وليكن عايز اربطه بحاجه ثانيه. بص اول ما بتضغط عليه ضغطه بيطلع لك سهم دوتد كده لحد ما تختار الانبوت بتاع حاجه ثانيه، بيبقى خلاص اللون بتاعه اتغير. هتلاحظ كمان ان النود نفسها اللون بتاعها اتغير. يعني شايف كده اللي تلاقيها باللون الجراي اللي هو الغامق ده، تعرف ان دي اكتف، هي دي اللي انت واقف عليها. لما بروح اضغط على حاجه ثانيه شايف دي لسه ما فيش اي حاجه دخلتها فيها، فتلاقي ليها لون جراي فاتح، تعرف ان ديت لسه انت ما عملتش فيها اي حاجه، ما اديتهاش اي انبوت، ما عملتلهاش اي كونكشن او اي شيء. تمام. يبقى دي عشان انا اديتها انبوت فتلاقيها باللون الجراي الغامق. مجرد بس ما اختار الاوتبوت واروح على انبوت تانية تلاقي دي بقت خدت خلاص بالشكل اللي قدامنا ده كده، فتلاقي خدت لون تاني. هنعرف مع بعض واحنا ماشيين ايه الاخطاء لما بتدي لون برتقاني فوق، ايه الاشكال المعينه اللي النود الموجود عندنا. بس حاليا خليك فاهم ان الاستراكشر بتاعك هو عباره عن النود اللي قدامك دي، بيبقى فيها انبوت وفيها اوتبوت وفيها الشكل الفريم بتاعها بالشكل اللي قدامنا ده كده. هنلاحظ من هنا يا باشمهندسين في علامه البن من هنا كده، شايفين لما بضغط على البن دي بيثبت لي الحاجه اللي انت عملت لها انبوت من هنا. يعني على سبيل المثال انا اخترت الكاتيجوري اللي اسمه جريد، فهو اوتوماتيك عمل لك سيلكشن على، او هو اختار من المشروع الجريد. هنا لما انا قلت له اعمل لي سيلكشن، بص كده لما بعمل بن هتلاحظ ان هو ايه ثبت لك اهو، بيقول لك ان هو اختار لك الجريدز كلها اللي في المشروع ايه، دي كل الجريدز اللي في المشروع. طيب انا مش عايز كده، انا لسه ايه يعني دلوقتي اعمل لي سيلكشن على الجريد، انا عايز اعمل رينمبر الافقي غير الرأسي. يعني الراجل ده جاب لي كاتيجوري اللي اسمه الجريد، عمل لي سيلكشن بالفعل بس عمل لي سيلكشن على كل الجريدات اللي عندي، لا انا عايزه يفرق لي ما بين الرأسي لوحده والافقي لوحده. من هنا بقى جه دور الاكستنشن او الادنس اللي احنا ضفناها اللي هي البرورو بيم بالشكل اللي قدامنا ده كده. هتلاحظ ان هي فيها الجريد. الراجل مريحك اهو، بيقول لك يا باشمهندس ادي عندك حاجه اسمها ديفايد باي اورينتيشن. يعني ايه ديفايد باي اورينتيشن؟ يعني انا سيادتك هقسم لك الجريدات لهوريزونتال وفيرتيكال بالشكل اللي قدامك ده كده. فهاجي من هنا من الاوتبوت بتاع ده هقول له اربطه لي بالجريدز ده، خلاص بقت الجريد بتاعتنا. لو انا بس خد بالك هنا في حاجه اسمها رن، يعني السكريبت بتاعك ده السكريبت اللي احنا عمالين نعمله. البرنامج كل شويه بيعمل له رن لوحده اوتوماتيك عشان يعمل التيست للسكريبت ده. فانا هختار من هنا اقول له ايه مانيوال، خصوصا بعد كده ان شاء الله لما نعمل سكريبتات كبيره هتلاقي الموضوع مقرف ان كل شويه البرنامج يعمل رن لوحده. انا لا، انا عايز اعمل مانيوال وانا اللي اعمل رن انا بنفسي للسكريبت اهو. شايف من هنا كده الراجل عمل لك اهو فرق لك ما بين الهوريزونتال وما بين الفيرتيكال جريدز الموجوده عندك. طيب يبقى احنا كده فهمنا الجزئيه بتاع ليه انا نقلت من الاوتوماتيك قلبت عليها مانيوال بالشكل اللي قدامك ده. طيب الحاجه الثانيه بقى اعمل رينمبر. شايف اختار هنا بقى ايه اللي رينمبر. ممكن اختار نفس الجريد تاني من ضغطه كمان واحده عليها فيجيب لي كمان واحده، رايت كليك اعمل ريموف، او اضغط من هنا كده يجيب لي كمان واحده، او ان انا كنترول اختار دي كنترول وانزل بالسهم لتحت يعمل دوبليكيت ليها بمنتهى السهوله. تمام. رايت كليك عليها لو انت عايز تعمل ريموف. هنعرف يعني ايه فريز، يعني ايه ليسنج، الكلام ده كله هنعرفه مع بعض ان شاء الله واحنا شغالين واحده واحده. طيب هنلاحظ ده الجريدز اللي احنا قلنا عليها اهوت، ده كده خلاص النود الاستراكشر بتاعي ده انا عايز اخد بقى الهوريزونتال جريد، هقول له بقى من هنا شايف ده اربطه لي من هنا. فالراجل ده بص كده هنلاقيه قرا ايه، تعالى كده نبص الراجل ده لو عملنا له ران كده، تعالى نشوف الراجل ده هيقرا ايه اهو. نعمل بين بس عشان نثبت دي، انت عايز ما تثبتهاش براحتك. طيب ده كده الراجل ده خد من هنا والراجل ده خد من هنا، ادي الجريد بالشكل ده. الراجل ده دلوقتي النود بتاعته لسه ما اتاكتيفيتش زي دي، شايف ده ما خدتش اللون الجراي الغامق زي دي.
لان لسه في محتاج انبوتس، لسه في انبوتس موجود عنده هو محتاجها. فالراجل بيقول لك ايه بقى من هنا؟ الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت بالفعل حددت لي ان انا في الري نمبر ان انا هغير اسامي الجريدز. طيب ايه هي الاسامي دي بقى؟ ايه هي الاسماء بقى؟ يعني انا هديها اسماء ايه؟ طيب انا دلوقتي خلاص بقى عندي فعلا الجريدات الافقيه انا اخترتها، واخترت الجريدات الرئيسيه. ايه بقى اللي انا المفروض اعمله فيها؟ يعني ادي لها اسم ايه؟ في عندنا حاجه يا باشمهندسين دبل كليك هنا في الفراغ هنا بيطلع لي حاجه اسمها كود بلوك. الكود بلوك ده اداه بستخدمها في اي حاجه ايه انا عايز اعملها. بمعنى صح، هنا انا عايز اسمي حاجه معينه بروح على الكود بلوك، عايز ادي نمبر حاجه معينه بروح على الكود بلوك، اي حاجه بقى عايز ادخلها انا بمانيوال بروح على الكود بلوك. طيب بفتح دبل كوتيشن بالشكل ده، خلينا نفتح مثلا اللي هو الشكل العادي بتاعنا ده، وبعد كده بديها سيمي كوما بالشكل ده كده عشان ايه يبدا يقرا الفانكشن زي ما انتم شايفين كده. هنا يا باشمهندسين بيقول لك ايه؟ جريد نيمز. تمام كده، ده النيمز اللي هو بيعملها، ولكن الكود بلوك ده بيقرا نمبرز. فانا عشان احول من نمبر لتكست انا عايز اكتب مثلا ان هو يقرا في الافقي اي بي سي وفي الراسي مثلا 1 2 3. فانا باجي من هنا كده اقول له دبل كوتيشن. دبل كوتيشن ده عشان احول الحاجه يا باشمهندسين لتكست، كوما دبل كوتيشن، كوما دبل كوتيشن، كوما، وهكذا. هتقعد بقى تكتب لحد ما تخلص الحروف الابجديه كلها، عشان بيحصل ايرور لو عدد الجريدز عدى عدد الاسماء اللي انت عملتها. يعني مثلا انت عندك 10 جريدز وانت مثلا كنت عامل مسميات لحد 9، بتلاقي ليه عمل لك ايرور في التسميات. فحاول قدر الامكان كده وانت قاعد عندك صبر طويل شويه اكتب كل الحروف الابجديه اللي انت تعرفها واللي ما تعرفهاش. اجي هنا على الراجل ده A، اقول له من هنا كده كابيتال B، من هنا كده ادي السي زي B C، بالشكل ده حضرتك. وده كده يا باشمهندسين انا عملت ادي الكود بلوك اللي موجود فيه تقريبا الحروف الابجديه الموجوده عندنا. ممكن تكمل بعد كده تقول له اي في واللي انت عايزه كله يعني بعد لو انت عايز يعني. طيب ادي الكود بلوك بتاعنا اهوت يا باشمهندسين. اختاره بقى من هنا كده، تعالوا نجرب ونربطه بالجريد نيم دي ونقول له ران. تعالوا نشوف اللي هيحصل. هتلاقي الراجل قرا لك الجريدات اللي هي في الاتجاه الافقي بمنتهى السهوله عادي خالص جدا. طيب انا عايز اعمل واحد للراسي، وليكن هاجي من هنا، بس هنا شايفين الراس بقى سهل جدا. هقول له مثلا واحد نقطة نقطة وليكن لحد 100. خلاص الموضوع انتهى بالنسبة له. بس كده بالشكل ده. معلش انا اخترت اديت حاجتين. طيب اديها سيمي كوما. طيب معذرة بس نسيت اضغط انتر، هي دي بس اللي كانت المشكلة. هاجي على الكود بلوك من هنا اروح جاي رابطه بقى من هنا واقول له اربط لي بالجريد دي. تعالى نعمل ران كده، هنلاحظ ادي برضو قرا لي الجريدات بالشكل اللي قدامنا ده كده. خلاص كده البرنامج عمل لي رينمبر ومفيش اي ايرور. ده طبعا شفت العلامه اللون اللي هي البرتقاني ده كان بيقول لك ان في ايرور في النود اللي عندك. لو جينا نبص على البرنامج طالما انا عملت ران هتلاقي كل حاجه ايه هتبدا تشتغل عندك اول ما بعمل ران. تمام، ده كده ايه ادي السكريبت ايه بتاعنا يا باشمهندس. تمام، تعالوا كده نعمل سيف بس السكريبت ده بالشكل اللي قدامنا كده، وتعالوا نشوف بقى ازاي هنقدر نستخدمه كده. احنا ايه ظبطنا كل السكريبت بتاعنا خلاص، والبرنامج عارف هيقرا النمبرز ايه وخلاص اداها الجريد نيم والكلام ده كله. تمام، تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي بقى نستخدم السكريبت ده. هفتح برنامج ريفيد يا باشمهندسين بالشكل اللي قدامي ده. خلاص السكريبت ده خلاص انا مش محتاجه. هفتح برنامج ريفيد بالشكل اللي قدامي ده كده يا باشمهندسين. عايز بقى اجيب حاجه اسمها داينامو براوزر، في اكستنشن انا هسيبها لكم اللي هي اسمها داينامو انستول بالشكل اللي قدامنا ده كده. حضرتك هتسطبها عادي خالص، نيكست 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 نيكست، وهتلاقي ايه ظهرت معاك في الجنب اللي قدامنا هنا كده. المفروض ادي اسمها داينامو براوزر في قائمه مانج بالشكل اللي قدامنا ده كده، اسمها داينامو براوزر بالشكل اللي قدامنا ده اهو. بتلاقي فتحت لك تاب تحت هنا اسمها داينامو براوزر بالشكل ده. ما بتلاقيش ظاهر عندك هنا حاجه، لسه الراجل ما قراش اي شيء، فبتضغط كليك يمين هنا وبتقول له اوبن او بتقول له كلمه سيتنج بالشكل ده عشان تحدد له الباث الموجود عندك. يعني اول شكل بتلاقي عامل كده سيرش اند فلتر.
رايت كليك من هنا، بدل ما كل شويه بقعد ايه افتح الداينامو بلاير وواجع القلب بتاع، هي بتبقى ايه ده بينجز علينا شغلنا. فانا باجي رايت كليك وبقول له سيتنج من هنا، بحدد له الباث اللي انا عامل فيه الشغل بتاعي، وليكن اهو في الفايلز ادي ريفت داينامو، او اختار كلمه داينامو عشان يقرا لي كل السكريبتات الموجوده عندي. رايت كليك قلت له ريسكان لو هي ايه ما ظهرتش عندك. تعالوا بقى زي ما احنا قلنا، شايف خد بالك هي اترقمت اهو اتظبطت اهو. تعالى كده نعمل اي خطأ تاني، كرييت سيميلر مثلا وليكن بالشكل ده اهو، هات ده كده من هنا اهو بالشكل ده، عشان بس نشوف الايه لو خطأنا ايه اللي هيحصل اهو بالشكل ده يا باشمهندس. بعمل ايه بقى؟ خلاص احنا قلنا لك الموضوع ممل جدا لو انت عملت الرينمبرنج مانيوال، فكل اللي بتعمله بتروح هنا ايه رينمبر جريدز ادي داينامو ادي السكريبت، شايف ده كده ده السكريبت بتاعنا، في علامه 3 نقط اهمت عندك، رايت كليك هنا بتقول له ريسكان بالشكل ده. الثلاث نقط دول اللي فيهم دول بتضغط في بعض دبل كليك عليها عشان البرنامج يبدا ايه الاوردر يبدا يشتغل، بيديك اللون جرين لان يعني مفيش اي ايرور. وادي الموضوع يا باشمهندسين بمنتهى السهوله. ادي الراجل ادي الجريدز في الافقي اتظبط، وادي الجريدز في الراسي اتظبط بدون اي مشكله، ولا وجع قلب بقى ولا تعمل اي شيء. لو ضغطت من هنا كده على النوتيفيكيشن هتلاقي الراجل بيقول لك ان كله تمام والامور عندك مفيش فيها مشكله. حل كده نسيت مثلا وعملت الدول ديليت مثلا اهو، وعملت تظبيط للجريدات بتاعتك وغلط عادي خالص جدا، احنا قلنا ايه خلاص الامور بقت مفيش فيها اسهل من كده. اروح هنا على الري نمبر دبل كليك على الثلاث نود اللي فوق بعض دول، اوتوماتيك عمل لك ري نمبر. بتلاقي الدنيا بقت سهله والامور بقت بسيطه جدا جدا يا باشمهندسين، والدينامو بينجز علينا شغل كتير. ان شاء الله نكمل مع بعض في الفيديوهات الجايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.